بتحس انك اسرع لو اشتغلت لوحدك؟ تعال اقولك على قصة وعبرة هتفهمك ليه التفكير ده ممكن يوقف مستقبلك نفسه. انا عمر جلال، مدرب اداري وبروجكت مانجمنت. تابعني عشان يوصلك كل جديد في الادارة بشكل مبسط ومفيد. تخيل معايا المشهد ده كده في الكافيتيريا. شفت عامل ماسك صينية عليها 4 فناجين قهوة وازازتين مية وطبقين، وبيحاول يمشي بيهم لوحده كأنه داخل مسابقة رفع أثقال. طبعا بعد خطوتين المشاريب اتدلقت والناس اتنرفزت وهو اتكسف، بس اللي قاله بعدها صدمني. حابب اخلص بسرعة وما كنتش عايز اطلب مساعدة. في مثل افريقي بيقول لو عايز تروح بسرعة روح لوحدك، ولو عايز تروح بعيد روح مع الجماعة او مع الفريق. بس المعنى الاستراتيجي اكبر من كده. اللي بيشتغل لوحده بيبني اداء، لكن اللي بيشتغل مع الفريق بيبني نظام. والشركات اللي بتنجح مش هي اللي عندها افراد جامدين، الشركات اللي ناجحة هي اللي عندها انظمة شغالة. والأنظمة بتبدأ من عقلية بتسأل مين يقدر يشيل معايا، مش ازاي اشيلها لوحدي.